اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة جيدة. وبقى اشكركم على التعليقات اللي انتوا بتكتبها لي، واتمنى كده تكون عند حسن ظنكم، واتمنى كده تشتركوا في القناة بتاعتي وتدوسوا على الزرار الاحمر عشان يوصلكم كل جديد مني. وانا اسفة على التأخير عشان كنت ببيض الصالة بره او بيضت المطبخ، يعني ايه نظافة بقى وكده يعني. والوقت ايه بعمل روتين للمطبخ وبغسل المواعين. آه المواعين يعني ايه، المواعين ما بتخلصش. الحياة بتخلص والمواعين مش بتخلص والله. ده انت كل ما تخش المطبخ تلاقيكم مواعين بيجوا منين وانا ايديا في المطبخ على طول. اي كوبايه اجري اغسلها، ازازه، حله، ما اعرفش بيجوا منين. يعني مش عارفه دول سحر بيسحروا المواعين. يلا. وانا واقفه كده بقول استغفر الله العظيم كل ذنب واشهد لا اله الا الله وسبحان الله، وبصلي روحي بقى واصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اه الواحد بقى يعمل ايه يما؟ هنعمل ايه؟ هنهرب من قدرنا؟ هو ده قدرنا، سنة الحياة بتاعتنا. نشغل عضلاتنا وكل حاجة فيها. نغسل المواعين، نروق الشقة، نعمل أكل، العيال يطلبوا، العيال توسخ. ورانا ايه؟ مش ورانا حاجة. قاعدين. هم بيقولوا انتوا قاعدين طول النهار تحت المراوح وده واحنا طافحين الدم. الله يرحمه جوزي كان بيقول لي كده، يقول لي ما انت قاعده تحت المروحه. انت وانا بروح الشغل وادفع الدم في الشمس والقرف وانت قاعده تحت المروحه. طب قاعدين تحت المروحه ازاي يعني؟ من اللي بتيجي تلاقي الغسيل مغسول والهدوم مكويه، وبتيجي تلاقي الحته نظيفه وعيالك نضاف، واللي في المدرسه بيروحوا المدرسه والدروس وبنيجي نقعد نذاكر لهم، وده كله امال مين؟ هنعمل ايه؟ وانا بغسل الحلل الاول وبعدين بغسل الاطباق. برضو ورا الحلل على طول كده حاطه في الصابون شويه ملح وشويه خل وعصر ليمونه عشان الزفاره وكده. وبخلي الكوبايات اخر حاجه ما بخلص كله والمعالق وكله، بروح شطفاهم وغسله الحوض وشطفاه ومصبنه الحوض وماسكه الكوبايات، عشان اللي غسلت الكوبايات الاول الاطباق تتصفى على الكوبايات بتغير. وهنا بقى دخلت على البوتاجاز، قلت ايه بقى ايه، امسك المطبخ كله بقى ايه اعمله كده، اغسل البوتاجاز واغسل السيراميك اللي حواليه. وانا بعد ما خلصت المواعين صفتها على فراشة ملاية عندي متخصصة للمواعين، بحطها على الرخامة وبحط ايه عشان الصراصير اللي حطيتهم كده. خسارة المطبخ هو خشب، هاي المية بتاكل الخشب والصراصير بتيجي والنمل ومش عارفه ايه. طب ما احنا نحافظ على الحاجه، يعني هو مش جديد قوي بس اهو نفعنا. بقول لك حمارك لا عرج ولا سؤال اللئيم. دول حبة صيني بقى ايه، خفت للعيال يكسروهم. رحت انا بقى غسلاهم، وبعد ما استعملتنا فيهم وكلنا فيهم وكده، قلت لا ادخلهم بقى في المكتبه عشان العيال. وهنا بقى المواعين ايه عملتهم ودخلتهم المطبخ. وهنمسح بقى ايه، نجيب الحيطه من ورا ومن قدام من هنا كده عشان بقى تبقى الحته حلوه. الواحد اللي دخل طبخ ولا كده يعمل يلاقي الحته نظيفه. بس لو ان هطلع من المطبخ هلاقي فيه مواعين، هلاقي فيه كوبايات، هلاقي فيه يعني هلاقي. وانا مش مخليه معلقه والله، بس هعمل ايه؟ العيل بيدخل من هنا المطبخ مش عارفه يعني. طب ما هو واكل وشارب، ما اعرفش يجيب لك كوبايه ويجيب لك معلقه يجيب لك ولا هنقول العيل مش خدت راحتها في بيت، هتاخد راحتها فين يعني؟ خلصت التصبين المطبخ تاني الا الحوض والمطبخ كلها بقى همسحه.
يلا نمسحه بالشرشوبة. انا كنت الاول ايه اقول ايه الشرشوبة ديت بتاعت المتكسحين، ما فيش حد يزعل مني. انا كنت دايما بقول كده. انا ما اعرفش امسك البلاط غير بالفرشة، ولا مؤاخذة يعني عزك الله الخيشة. بس انا ما كبرت وركبي وجعتني مش عارفة. كنت بستعملها بمسح وانا مش مقتنعة بيها صراحة، والله والله العظيم مش مقتنع بيها. يا ترى مين زي كده؟ كنت بقول عليها بتاعت المتكسحين. ده ايه ده ايه بيلحوسوا البلاط كده. والله العظيم انا كنت احب امسك بالسلكه بلاطه بلاطه ادعك الشقه سيراميك الشقه كله والمطبخ والحمام. بس اهو ربنا جزاني قال لي عشان كنت بتعيبي. يلا نجيب الفرشه وفرشناها اهيت. ونبخ بقى جايبه دواء حلو قوي ايه للصراصير. بعد ما نخلص المطبخ بنعمل ايه ايه انا دخلت بقى على اوضه العيال. قلت بقى ايه اغير السراير بتاعت العيال بقى وايه ونمسحها. آه يلا هنعمل ايه بقى النظافه بقى بالمره. قلت بقى اخش على الاوضه دي اخرى معاهم مع المطبخ اعملها اهو. يعني نفضي كويس. نفضي يا اختي، ولا انت عشان ما فيش حد خلاص بيقول لك نفضي ولا اعملي؟ لا نفضي. نفضي كويس كده وفرشي الملايه كويس كده زي الساعه كده. ظبطيها كده اكنها مسطره. يا اخت مش عشان انت خلاص. لا. وفرشنا ونركب كيس المخده. يلا يا حبيبتي يلا. ربنا يديك الصحه يا اختي. يلا. ما انت طول النهار قاعده. الله يرحمه جوزي كان دايما يقول لي كده. اقول له طب ما السراير اهي والحته اهي نضيفه والعيالك نضاف واكلين واخر والطبيخ وكله. يقول لي ايه الله ما ترديش عليا. اقول له حاضر يا سي السيد. الله يرحمه. راجل كان الله يرحمه يعني فعلا عمره ما زعلني والله. الله يرحمه. اهمط ديت كسرت وسطي. يلا الله يرحمه ويجعله من سواد الجنة يا رب. وبخلال الفيديو ده يا ياسمين يا ياسمين يا بنت اختي الف 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 مبروك. نجحت في الثانويه العامه ويا رب تخش تبقى دكتوره زي بنت خالتك. والف الف مبروك يا ولاء. وانا جايالك ما تقوليش انا مش جايالك، انا جايلك والله خالتك بتحبك قوي. والف مبروك. هي عقبالكم يا رب، عقبال الحبايب كلهم عقبالكم يا رب. اتخرجت من كليه الطب وعدت دكتوره. وياسمين بنت بنتي برضو ربنا نجحت برضو وطلعت تانية اعدادي. يا رب تفرح الحبايب كلها يا رب. يا رب ولا تضيع تعب اب وام، سواء من الفلوس اللي صرفوا عليهم وسواء من قلبهم كان بياكلوا معاهم كده ولا كانوا. انا حاسه عشان انا عيالي برضو مروا بالمرحله دي. كنت حاسه بالقلق ده. ربنا يطمن قلوبكم يا رب. يا رب يطمن قلوبكم يا رب على عيالكم. وربنا يستركم دنيا واخره وتفرحوا بيهم كده في اعلى المراتب. فرشنا السراير اهوت. نجيب بقى ونمسح بالشرشوبه بتاعت الناس اللي هي دي كده. يلا. ايوه ادعاكي يعني عشان هي شرشوبه. لا ادعاكي بيها حلو. يلا اعملي رياضه. يا سلام. ايوه كده اكنك رحت الجيم كده. اعملي رياضه. ربنا يسعدكم يا رب. هنعمل ايه اهو بنروق ونعملها للعيال ومصاريف العيال. هنعمل ايه؟ يلا الدنيا ماشيه كده. هنطلع نقول ايه ربنا هو اللي عاوز كده يعني. نقول الحمد لله والشكر لله وحامدينه وشاكرينه يعني الحمد لله. يلا. ايوه ندعاكي كده حوالين الفريزر ساعات بيخر ميه. ادعاكي شاطره. يلا جيب السجاده بقى ويلا فرشي. نشفت واستنيت عليها يجي ربع ساعه عملت وايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش تنسوا يا حبايبي تشتركوا في القناه وتدوسوا على الزر الاحمر عشان يوصلكوا كل جديد مني. وايه واتمنى تشتركوا كده يا رب واكبر بيكم يا رب. وانتوا نعمه في حياتي. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب.